قبل ما نبدأ ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان تعبنا في تحضير المحتوى يوصل لكم كامل ومتجدد. تاكدو شاب غلبان مريض مرض خطير ومفيش أي أمل يعيش ولا صاحب بيسأل عليه، وعيلته مستنيين بس فلوس التأمين اللي هتجيلهم لما يموت. مفيش حد بيزوره في أوضة المستشفى حتى طبطبة، والوحيد اللي فاضله اللعبة اللي بيعشقها، عالم الأمم الأبدية، لعبة حضارات بيعيش جواها أكتر ما بيعيش في الواقع. قاعد بيلعبها طول اليوم لأنه بصراحة ما عندوش حاجة تانية يعملها. وفي يوم تاكدو فقد وعيه فجأة بسبب مرضه، ولما فتح عينه كانت المفاجأة، لقى نفسه قاعد على عرش حجري وسط غابة مجهولة، بيبص حواليه مش فاهم ده حلم ده جنان ولا. وفجأة واحدة طالعة من بين الشجر بتناديه بصوت حاسم، يا مولاي الملك. دي أو الشخصية المفضلة عنده في اللعبة. تاكدو مش مصدق عينه، هي دي بجد في الواقع؟ بس لحسن الحظ أو كانت عارفه كل حاجة وعارفه أكتر من أي حد في العالم، لأنها عاشت معاه كل جولة لعبها، شافت اختياراته، عرفت قراراته. هما الاتنين فرحانين إنهم أخيرا اتقابلوا، بس تاكدو عنده سؤال مهم، هو أنا مت ولا إيه اللي حصل؟ اللي جابته هنا بس هي كمان مش عارفه إيه اللي بيحصل. قالت له إنها لقت نفسها فجأة في نص الغابة دي، بس هي متأكدة إن ده مش عالمها. لو لازم تخمن هتقول إن الدنيا دي شبه عالم الأمم الأبدية، بس مش متأكدين لسه. على أي حال أو شايفة إن دي فرصة عظيمة، فقالت لتأكدوا أما تيجي نبدأ من الأول ونبني مملكة زي زمان. تكادوا عجبته الفكرة، فوافيل إنهم يشتغلوا مع بعض. الاتنين عملوا المقدمة بتاعه اللعبة، بس المرة دي كان في شوية إحراج لأنهم واقفين جنب بعض. على الحقيقة أول حاجة لازم يعملوها هي إنهم يكتشفوا هما فين بالظبط. تكادوا استخدم السحر عشان يستدعي كشاف. لما شاف الكشاف عن قرب اتقرف من شكله، ده معفن جدا، بس ما فيش حاجة يعملها لأن حضارتهم منارة دي بتحكم الظلال والشر، فالكشاف لازم يبقى بالشكل ده. خطته في بداية اللعبة هي إنه يتجنب لفت الأنظار علشان ما يعوش في أي مشاكل، على الأقل لحد ما يقدروا يدافعوا عن نفسهم. فمر الكشاف يروح يلف حوالين المنطقة ويبلغوا بأي حاجة مهمة. الأول الكشاف فضل واقف وبصص له كده وخلاص، بس أو نبهته إن كده هو قائد بتاعه، فالكشاف بياخد ديله في أسنانه ويجري ينفذ الأوامر. كده كان قلقان شوية إنه ممكن ما يعرفش يتحكم في قوته في الدنيا دي، بس يظهر إنه كل حاجة زي ما كانت في اللعبة بالظبط. يعني مثلا هو قادر يشوف اللي كشاف شايفه، فهيعرف قريب هما فين. خلصنا من دي، يلا بقى نفكر في الخطوة الجاية. كده عنده 200 نقطة مان واستخدم 100 منهم عشان يستدعي الكشاف، فبقى عنده 100 نقطة مانع. بس عايز يبني مستوطنة تكون قاعدة لعملياتهم، ودي هتكلفه 20 نقطة مانع. بس بعد كده هيبقى عنده مانع قليلة قوي. كان نفسه يعمل محارب يحميهم لو تعرضوا لهجوم، بس ده مش هينفع دلوقتي. أو طمنت تجدها وقالت له ما تقلقش أنا هحارب بدالك. بس بصراحة كلامها ملوش لازمة، لأن وحدة بطل يعني هتبقى أقوى مع الوقت، بس دلوقتي قوتها زي أي بني آدم عادي، يعني مش هتعرف تساعده كتير. الكشاف لسه بيجري في الغابة هو بفضله، وتجدى بقى عنده فكرة عن شكل المكان، بس هو مستغرب شوية لأنه رغم المنطقة كلها غابة مفيش ولا حيوان ولا وحش شافه لحد دلوقتي. أو قالت إن الحيوانات أكيد مستخبية لأن الغابة مليانة أماكن تتخبى فيها، بس اتأكدوا الآن إنه لو ملاقوش حيوانات قريب هيضطروا يصرفوا مان عشان يجيبوا أكل. أو اتأسفت لتجدى لأنها حاسة إنها مش بتساعد كتير، بس قال لها ما تقلقيش إن الجنب بس ده كفاية يديني طاقة. كلامه فرح قوي قوي، فقالت له إنها شاكرة لكلامه الحلو، بس تجدى لسه مش متعود إنه بقى بني آدم حقيقي وبيعبر عن مشاعره عادي كده. فجأة الكشاف بيلاقي حاجة غريبة، فبيدي إشارة لتكدة ويوريه مستوطنة 1000 سود في نص الغابة. المكان مش بعيد عن مكان تكدة دلوقتي، وشكله فيه كمة 1000 متلمين مع بعض. أو بترتاح شوية لما تعرف إن دول بس 1000 سود، لأنهم عادة بيميلوا للشر المحايد، يعني مش هيبقوا عدو المملكة منارة. بس تكدة شايف إن دي مصيبة لأنه مش عايز أي حضارة قريبة منه بالشكل ده. خطته كانت إنه يفضل مستخبي أطول فترة ممكنة عشان يتجنب الحرب، بس مع 1000 السود قريبين كده ده مستحيل. التكدة بيتفق معاها لأنهم أصلا لسه ما بنوش حاجة، بس قبل ما يمشوا عايز يراقب 1000 السود شوية كمان ويستكشف المنطقة ويشوف لو في حاجة مريبة قريبة. فجأة أو بتحس إن في حد قريب، هي وتكدوا بيلفوا يبصوا، بيلاقي مجموعة 1000 طالعين من الغابة. 1000 شكلهم اتفاجئوا زيهم لأنهم ما كانوش يعرفوا إن في ناس تانيين في الغابة دي. قالوا إن أهلهم طردوهم من بلدهم وما كانش عندهم مكان يروحوا له، فاضطروا يدخلوا الغابة الملعونة دي. الرحلة كانت صعبة قوي على عيالهم الصغيرين، وبالشكل ده مش هيقدروا يستحملوا كتير. مجموعة صغيرة من 1000 خرجوا يدوروا على أكل،
اكل. قائدهم متاكد انهم لازم يلاقوا حاجه تتاكل هنا لان الغابه مليانه خضره، بس واحده اسمها ايميل كانت قلقه قوي لانها سمعت اشاعه عن غابه خطيره في طرف ايدوريا فيها شر قديم اتختم هناك وخايفه انهم يعدوا عليه. القائد طمنها وقال لها ان الاشاعات دي خرافات، لان لو فعلا في شر قديم في الغابه دي الشجر ما كانش هيبقى كويس كده. بس برضه هو نفسه حاسس ان الغابه دي بتخوفه من غير سبب واضح. لما جودا قائد الالف بيبص على كده قلبه بيوجعه من الرعب لانه شايف قدامه تجسيد للشر الخالص والنوايا الوحشه. الولد نفسه عايز يجري ويهرب بس خايف ان اي حركه متسرعه ممكن تعرضه هو وناسه للخطر، فبيمشي ناحيه عرش كده بهدوء ويحط راسه في الارض احتراما ويعرفه بنفسه انه المحارب الاكبر لقبيله مزارم الالف السود، وبيعتذر انهم دخلوا الغابه من غير اذنه او مش فاهموا ليه الف محترمين قوي كده. بس قررت تمشي الحال وتساله ليه دخلوا ارض تكدا من غير استئذان. جيو بدا يحكي ان قبيلته كانت عايشه في السوق الوسطى وكانوا ناس مسالمين، بس اوعى تقطعه وقالت له انت هتحكي لي قصه حياتك اخلص بسرعه. جو بيتاسف ويحكي باختصار ان قبيلته تعرضت للاضطهاد واطردوا من ارضهم فاضطروا يهربوا للغابه دي. مش فاهم ليه ناس عانت كده، هم دايما كانوا بيحاولوا يعيشوا بسلام بس تعرضوا للهجوم والقتل بسبب التحيز ضد عرقهم. كده بيبص على جيو ويلاحظ انه ضعيف قوي وتعبان. جيو بيشرح انهم بالعافيه قدروا يهربوا لما قريتهم اتدمرت، فما كانش عندهم وقت يلموا اكل، ومن ساعتها وهم بيجروا من غير ما يقفوا فما عندهمش وقت يدوروا على اكل. فخرج هو ورجالته لوحدهم عشان يلاقوا حاجه ياكلوها. بقالهم 5 ايام ماكلوش حاجه ولسه ملقوش ولا نباتات ولا حيوانات تتاكل. بيصعب عليه فبيقرر يساعدهم شويه ويستخدم من المنو بتاعته عشان يعمل لهم كام تفاحه. جو بيتفاجئ لما يشوف التفاح بيتدحرج على الارض لانه عمره ما شاف حاجه زي دي قبل كده، وبتردد ياكل عشان ما يبقاش قليل الذوق قدام حد زي كده. بس ايميل والباقيين جعانين قوي فما يهمهمش، بيبداوا ياكلوا ويحسوا انه احلى حاجه دقوها من زمان. تكدا بيعمل لهم كمان كام تفاحه عشان يشبعهم. جو لسه مصدوم من كرم تكدا ومش عارف يتصرف، او بتزعله وتقول له انه قليل الذوق انه ما يقبلش الهديه اللي كده اديها لهم بكل كرم. بس جو مش متردد عشان شاكك في الاكل، لا هو بيحط راسه في الارض تاني ويقول له انه بيقدر كرم تكدا قوي. بس في المخيم عيال قبيله الالف ضعاف قوي من قله الاكل، لو ماكلوش حاجه قريب هيموتوا. فبيطلب الاذن من تكدا انه ياخد الاكل ده لقبيلته. كده بيصعب عليه برده العيال اللي بتعاني، فبيقرر يعمل الواجب ويزود ويعمل كومه اكل مختلفه لجيو وياخده معاه. بس او مش موافقه على الفكره دي لان الحركه دي هتكلف من كتير قوي. الالف الصوت كلهم مش مصدقين عينهم لما يشوفوا الكميه دي كلها من الاكل، وبيتفاجئوا اكتر لما كده يقول لهم خدوا كل ده اعتبروهم ملككم. الالف السود كانوا من سنين مضطهدين ومجبرين يعيشوا في الظلمه، فمحدش عمره ما ادالهم ايد المساعده زي كده. كلهم بيشكروه من قلبهم وبيبداوا يشيلوا الاكل ويرجعوا بيه للمخيم. في المخيم بقى الالف كلهم كانوا على وشك ييأسوا، بس في كام واحد لسه عنده امل ان جيو والباقيين يرجعوا باكل. فجاه الكل بيشم ريحه اكل حلوه قوي، بيلفوا يبصوا بيلاقي جيو والباقيين شايلين كومه مليانه اكل على ظهرهم. الكل بيرتاح انهم مش هيفضلوا جعانين تاني، وبيبداوا يمدحوا في جيو عشان جاب كل الاكل ده. لما بيسالوه جابه منين بيقول لهم حظ، لقيتهم في الطريق وما بيحكيش تفاصيله. ما اعتقدوا بالليل جيو قاعد بيبص على النار وهو سرحان، فجاء زعيم القبيله مولترار بيقول له عملت شغل عظيم النهارده يا جيو، الفواكه اللي جبتها تحفه. بس بيلاحظ ان جو مش فرحان قوي، فبيساله مالك في ايه. بعد سكوت بسيط جيو بيحكي له انه قابل كائن اسطوري جوه الغابه ومش عارف يحس بايه ناحيه. مولترار بيساله اسطوره ايه دي اللي بيتكلم عنها. جيو بيحكي له ان ايميل كانت قالته حاجه عن كائن او اتختم في الغابه الملعونه دي. مولترار يعرف الاسطوره دي وبيتفاجئ ان جيو فعلا قابل ملك الدمار. بيشرح له ان الصوره بتقول لما الدنيا تبقى مزدهره قوي ملك الدمار هينزل على الارض ويدمر كل حاجه ويخلي كل الحضارات تبدا من الصفر. بصراحه مولترار مش متاكد ان الصوره دي حقيقيه، بس هو ميال يصدقها. بيسال جيو لو الكائن اللي شافه قال انه ملك الدمار. جيو بيقول له انه مش فاكر انه قال كده، بس من شكله المرعب اسم زي ملك الدمار لايق جدا عليه. مولترار بيسال جيو لو كلم ملك الدمار، بس جيو بيقول له انه ما كانتش محادثه بالمعنى الحرفي. ملك الدمار ما كانش بيتكلم كتير، بس كان معاه ست بتتكلم نيابه عنه. من اللي جيو حكاه مولترار متاكد ان الكائن ده مش نيته خير، فبيساله لو اضطر يعمل حاجه زي انه يبيع روحه مقابل الاكل. جيو بيقول له ان ملك الدمار ما طلبش حاجه في المقابل. الراجل بيستغرب ويقول ازاي يعني كائن شرير يدي حاجه كده ببلاش. جيو نفسه مش عارف ليه ملك الدمار عمل كده، بس لو لازم يخمن بيقول انه رحمه او شفقه من سيادته. مولترار بيتصدم ان جيو بيسمي ملك الدمار سيادته لان اللقب ده بيستخدم بس للي يستاهلوا احترام كبير. بس جيو شايف انه مفيش حاجه غلط انه يقول كده لانه هو اللي ساعدهم فتاكدوا يستاهل
مولترار ما كانش مصدق ان جيو بيدافع عن ملك الدمار، وسأله باستغراب ايه انت اتسحرت ولا ايه؟ لكن جيو قال له ان السبب الوحيد اللي خلاهم لسه قادرين يتخانقوا هو الاكل اللي ملك الدمار اداهولهم، وكمان ما كانش ينفع يرفض ان اكله وهم جعانين بالشكل ده. يعني ايه كان المفروض يقول؟ ساعتها مولترار بدأ يستوعب انه ما عندوش الحق يحكم على قرار جيو انه يثق في ملك الدمار، لان اللي عمله كان احسن تصرف في الموقف ده، بس بما انه زعيم القبيله فكان لازم يحافظ على سلامه الكل. وقال ان من دلوقتي هو اللي هيتولى التفاوض مع ملك الدمار، خصوصا انه عايش من اكتر من 200 سنه واكيد يعرف يتفاهم معاه في الوقت ده. وكانت زعلانه من تكدده لانه صرف رصيد المناع بتاعه على الصدقه من غير ما يفكر. سالته ليه عمل كده، فرد عليها وقال انه حاسس بالعيال اللي بتموت من الجوع وما قدرش يسيبهم كده. وكانت فاهمة وجهة نظره، لكنها قالت له النوم لسه في أول الطريق وفي أبناء لمملكتهم وما ينفعش يصرفوا مواردهم بالطريقة دي. وكان عندها حق. تكدو اعتذر لها لأنه ما استشارهاش قبل ما يصرف المانع، ووعدها أنه هيعوضها. بس كان في حاجة تانية مضايقاها. لما الألف جم تكدو ما كانش قادر يتكلم معاهم كويس من كتر التوتر. هي اتفاجئت لأنها كانت فاكرة أنه كان بيلعب دور الكائن المتعالي، لكن الحقيقة أنه مجرد واحد خجول مش بيعرف يتعامل مع الناس. فجأة الكشاف رجع وقال لتكدو إن الألف راجعين للمنطقة تاني. تكدو استغرب، بس افتكر إنه في المرة اللي فاتت كان إداهم أكل أكتر من اللي يقدروا يشيلوه، فظن إنهم راجعين علشان ياخدوا الباقي. وجود حضارات مختلفة قريبة كده أكيد هيعمل مشاكل في يوم من الأيام. تكدو كان نفسه الألف ياخدوا الأكل ويمشوا بسرعة، وكان عايز يقول لهم يسيبوا الغابة، لكن ده معناه إنه لازم يتكلم معاهم وهو مش قد ده. او شافت انه متضايق فقالت له خلينا انا اللي اقعد بدالك، كده هتبان زي ملك غامض ومحترم مش زي مراهق خجول. تكدو عجبته الفكره وسالها لو فعلا مفيش مشكله لو خلتها تتكلم بداله. هي طمته وقالت له انها مبسوطه انها بتساعده ومفيش اي مشكله. بعد شويه مولترار وجيو وصلوا وركعوا قدام تكدو. مولترار عرف نفسه انه زعيم قبيله الألف السود، وطلب يعرف اسم تكدو علشان يشكره بالطريقه الصح. او بصت لتكدو ثم اعلنت انهم واقفين قدام ملك الدمار تاكورا. جيو اتصدم لما عرف ان تكدو هو فعلا ملك الدمار الاسطوري، بس ما كانوش يقدروا يتصرفوا بقلته. مولترار شكر تكدو مرة تانية على كرمه، وتكدو ارتاح لان التفاوض ماشي كويس، وبما ان مفيش اي مشاكل او قالت لهم ياخدوا الاكل ويمشوا. جيو ومولترر اتفاجئوا لانهم كانوا متوقعين انهم هيدفعوا ثمن غالي مقابل المساعدة. سألوها لو فعلا ممكن يمشوا كده من غير مقابل، فقالت انهم ما عندهمش حاجة يقدروا يدوها فما فيش داعي. مولترر ما حبش يفضل مديون لان الدين مع حد زي ملك الدمار ممكن يكلفهم حياتهم، لكنه ما قالش كده. تكدو حس ان الجو بقى متوتر فنادى او على جنب. هي كانت زعلانة من نية مولترر ومتأكدة ان الألف هيسببوا مشاكل لو اتسابوا لوحدهم، فاقترحت انهم يقتلوهم ويخلصوا. لكن تكدو ما كانش عايز كده، هو كان عايز يبني علاقة متبادلة النفع. ولاحظ ان مولترر متضايق من فكرة المساعدة المجانية، فاقترح يطلبوا منهم تعويض بسيط. او عجبتها الفكرة وقالت للألف ان تكدو قرر كده. مولترر ارتاح، لكن او كانت لسه بتفكر تطلب ايه. بصت لتكدو فقال لها اطلبي معلومات عن العالم بره الغابة. ولما قالت كده مولترر وافق وقال انه هيحكي بكل سرور، بس او قالت له انه لما يخلص كلام هو وناسه لازم يمشوا من الغابة فورا. ده معناه انهم هيضطروا يلفوا تاني من غير بيت. مولترر طلب من تكدو يسمح لهم يفضلوا في الغابة، لكن او رفضت وقالت له ان لو بيحب حياته يبقى ما يقولش لحد عن وجود تكدو. جيو كان ناوي يعترض لان قبيلة الألف السود مش هتعرف تعيش من غير الغابة، لكن مولترر منعه لانهم ما قدوش يزعلوا تكدو. الاتنين قاموا ومشيوا، وتكدو فضل يفكر هو انا كده صح؟ أنا مش عايز الألف يعانوا. وفجأة جات له فكرة فنادى على مولترر وجيو وسألهم ما تيجوا تبقوا مواطنين عندي. الاتنين اتصدموا ومش عارفين يردوا، حتى او نفسها ما كانت مصدقة. سحبته على جنبه وسألته انت قلت كده ليه؟ تكدو شرح لها انه بيفكر يضم الألف السود لنظام اللي جايين في اللعبة. ولما جاب سيرة النظام ده هو استوعبت ان الفكرة مش وحشة، لان الألف مش أشرار بالفطرة وهيتوافقوا مع مملكة منارة اللي ميالة للشر. كمان مواطني منارة الأساسيين في اللعبة كانوا الهومن، ودول شكلهم مقرف. سألته يعني عايزنا نعيش وسط الكائنات دي، لكنها اقتنعت في الآخر وقالت لمولترر وجيو إنهم لو انضموا المنارة هيبقوا تحت حمايتها. مولترر سألها يعني إيه؟ فقالت له بصراحة من اللحظة اللي هتنضموا فيها هتبقوا أشرار والقرار راجع ليكوا. لكنها طمنتهم إن الموضوع هيكون ممتع. بعدها تكدو أو راحوا المخيم الألف. أو كانت زعلانة إنهم خدوا وقت طويل علشان يقرروا، بس تكدو كان متوقع ده. وصلوا ومولترر أعلن قدام الكل إن ملكهم الجديد وصل.
الكل ركع وفتحوا الطريق لتكدوا وهو رايح ناحية العرش اللي اتعمل له. بعض الألف كانوا خايفين والبعض مبسوطين، لكن اللي قربوا منه قوي فقدوا الوعي من كتر الطاقة السوداء اللي خارجة منه. جاي يحذرهم ما تبصوش له مباشرة علشان ما تفتكروش انه بيهنكم، لكن تكدوا ما كانش مهتم بالكلام ده وقعد على العرش. ولما الكل اتجمع أعلن رسمي إنهم كلهم من النهاردة مواطنين في منارة. جايو كان متوقع حاجة أكبر، خصوصا بعد ما قالت لهم إنهم هيبقوا أشرار. فجأة حس بكراهية رهيبة دخلت جسمه وافتكر كل الظلم اللي شافه. نفس الإحساس ده حس بيه كل أفراد القبيلة، وبعد ما افتكروا الاضطهاد ارتاحوا إنهم أخيرا لقوا حد يحميهم. بعد كام يوم في مملكة منارة الجديدة الأمور كانت ماشية كويس. تكدو كان بيبص على الخريطة اللي ملترار اداهاله واتعصب لأنه ده أسوأ مكان بداية في اللعبة. أو سألته ماله، فشرح لها إن شمال الغابة في مملكة كوليا المقدسة ومملكة إلينا، والاتنين ميالين الخير. يعني لو عرفوا بوجود مملكة شريرة زي منارة هيهاجموهم فورا. وكمان الغابة الملعونة ما فيهاش موارد، لكن لحسن الحظ دلوقتي عندهم الألف السود، وده عدد كافي يبني قوة للمملكة. أو سمعت إنهم جايين وكانت مبسوطة إنهم ممكن يجيبوا معلومات مهمة. بعد شوية مولترار وجيو وصلوا معاهم بنت اسمها إيميل. جيو قال إنها ذكية وفاهمة في الأساطير والشؤون الخارجية ومتأكد إنها هتفيد خطط تكدو كان مبسوط، لكن لاحظ إنهم متوترين فقال أو تقول لهم ما يبقوش رسميين كده. دخلوا في الموضوع أو قالت إن تكدو خد قرارات إدارة المملكة. من النهاردة مولترر هيبقى مسؤول عن شؤون المملكة بما إنه بيعرف يستخدم السحر، أما جايو فهيبقى قائد المحاربين وعنده السلطة الكاملة على القوات. جايو قال إنه فخور ووعد إنه هيذبح أي حد يقف في طريق تكدو حس بالجدية في عينيه فقال أو تقول للكل أنا بحب السلام فنتجنب المعارك إلا لو اضطرينا. جايو ما صدقش إن ملك الدمار بيحب السلام، بس مش مشكلة. أو قالت للكل يرتاح دلوقتي لأنهم قريب هيبنوا بيوت في الغابة. سألت تكدو لو ينفع يلموا مواد البناء فقال بس من غير ما نخرب الغابة. عجبتها الفكرة وسألت مولترر لو ده ممكن. قال لها إنهم يقدروا وهيعملوا البيوت جوه شجر متجوف. تكدو فرح بالفكرة وقال للكل يبدأوا بسرعة، بس فكرهم إنهم لازم يعملوا إعادة تشجير. الكل اتلخبط وسألوه يعني إيه. استغرب إنهم مش عارفين لأن المفروض الناس هنا فتحوا شجر التكنولوجيا العمارة المتقدمة. سألهم عن السحر العسكري والعناصر الستة العظمي، فقال مولترار إنه سمع عن 4 بس. إيميل شكت إن في حد من الأمم التانية يعرف عن السحر العسكري. تكدو اكتشف إن الناس هنا متخلفين عن توقعاته، والسحر بتاع الألف أقل بكتير من اللي متخيله، لكن لو باقي العالم كده يبقى يقدر يلحقهم قريب. أو شرحت لهم يعني إيه إعادة تشجير، يزرعوا شجر كل ما يقطعوا شجرة ويستخدموا سحر يسرع نموها. وقالت إن دي تقنية تكدو اختراعها رغم إنها كدبة، لكنه محبش يقول الحقيقة. إيميل اتفاجئت واتحمست وسألته لو هو اللي عمل التفاح والعنب. قالت له إنها زرعت بذرة عنب وبدأت تنبت ومش قادرة تستنى تشوفها. تكدو سكت، وفجأة لما قالت إنها زرعت بذرة عنب استوعب إن الفكرة ما كانتش على بالهم أصلا، والفواكه زي التفاح والعنب مش موجودة في العالم ده. سكت، ومع كده هو قدر يعملها بمهارة الإنتاج الطارئة بتاعته. لو فرضته صح يبقى يقدر يعمل أي حاجة من البارود للمعادن وحتى البترول. يعني غزو العالم مش هيبقى صعب زي ما كان فاكر. وفي الآخر الكاميرا راحت لقصر كبير في مكان نظيف، جواه واحدة بتكلم الكاردينال وبتقوله إن نهاية العالم هتيجي من الأراضي الملعونة في القارة المظلمة. الكاردينال قال لها لازم نستعد، الوحوش بدأت تظهر من المقاطعة الشمالية. فقالت له يلا بينا، الظاهر إن العالم على وشك يتغير والباقي لسه جاي. فيا ترى إيه اللي هيحصل بعد كده؟ استنى الجزء الجاي، وما تنساش اللايك والسبسكرايب، وأهم حاجة صلي على النبي. أشوفك قريب يا صديقي.